يجي سهل يروح ايه؟ سهل. فاحنا مش عاوزين الدين جالنا سهل، ولكن مش عاوزين نروح مننا ايه؟ لا. بالذات الناس اللي موجوده دلوقتي، لان مش اي حد يجي في هذا المكان، ولكن اللي جه هذا المكان بإذن من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. قالوا بمعنى الكلام كل الناس بتحب ربنا، كل الناس، ولكن قالوا مش هو ده المطلوب. المطلوب مين اللي ربنا بيحبه؟ توحيد الله. لا اله الا الله. اعرف ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيحبني؟ بفضل الله بفضل الله بفضل الله ان هو جايبني في هذا المكان الطيب المبارك في ارض الله سبحانه وتعالى في حج بيت الله الحرام يوم عرفات يوم منى. هذه علامه شكر من الله تبارك وتعالى لنا جميعا، ونقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ولما الواحد يعرف ان ربنا بيحبه هو يعمل ايه؟ يحب ربنا، صح ولا لا؟ نعم. عاوزين نوري الله تبارك وتعالى من انفسنا خيرا. نقول يا رب زي ما انت بتحبنا، وجبت لنا يوم عرفه يا رب، وجبت لنا ابننا، وجبت لنا في ان احنا نصلي في الكعبه صلاه 100,000، وفي مسجد الحبيب النبي 1000 صلاه، فدي علامه حبك لنا يا رب، فاحنا بنحبك يا الله. مالناش غيرك يا رب. الموضوع ده يخليني دايما اتكلم عن ربنا كتير. لما واحد بيحب واحد دايما يتكلم ايه؟ يتكلم عنه، ودايما يجيب سيرته، ودايما يتودد اليه، ودايما يحب يأنس معاه، ودايما يحب يزوره، ودايما يحب يقعد يقول اصل فلان ده حبيبي، ده فلان ده انا بتقول بمشي عنه من كتر حبه ايه؟ حبهم لبعض. فكذلك احنا عاوزين نحب الله تبارك وتعالى، ونحب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الكلام ده؟ الدين في حياتي يكون في 24 ساعة، مفيش لحظة ولا نفس ولا حركة أبعد فيها عن ذكر الله تبارك وتعالى ولا على صلاة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن حذافة كان يعني المشركين أثروه، فمالك الروم لما عرف ان فيهم واحد من اصحاب حضرة النبي عليه الصلاه والسلام قال هدوه، لان الصحابه كانوا معروفين بالرجال. فالدنيا بالنسبه لهم ليس لها ايه؟ ليس لها قيمه. ان الدنيا لا تزن عند الله جناح ايه؟ جناح بعوض. جناح موسى ده مش مصر، الدنيا كلها الكم مليار، فانت انت نصيبك في جناح النموذج مش كم مليار قد ايه؟ ده مش لم تزن، ولكن لا ايه؟ لا تزن. ولو تزن عند الله جناح بعوضة ما سخر كافر منها شربة ماء. اللي ما بيذكرش ربنا، اللي ما بيذكرش على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، لو الدنيا يخلوا حاجة ما ياخدش ولا يشرب ولا ياخد من عبد الملك سبحانه وتعالى. ولكن إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. اكمل الدنيا ما فيهاش قيمة، فربنا بيديها لإيه؟ اللي بيحبه واللي ما بيحبوش. ولكن إن الله لا يعطي الدين إلا لمن أحب. اللي ربنا يحب يكون الايه؟ يكون الدين، يكون فرده في النبي صلى الله عليه وسلم. فمالك محمود عرف ان في الاصل سيدنا عبد الله بن حذافه، فقال له هاتوه. فلما جاء فابتدى